ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. ولو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة دي قناتي، بتمنى تعجبك. خشي خدي جوله فيها كده، اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نصلي مع بعض على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونقول بسم الله وندخل على فيديو النهارده. هنعمل ايه النهارده؟ هغير الملايات وهكنس الارض، هلمع الخشب. المهم ان انا يومي هيبقى هنا اهوت. وبرضه هاخدكم معايا في المطبخ، هحضر الغدا مع بعضينا. غدوتنا النهارده مختلفه شويه، سمك. بس مختلفه شويه، بقالي فتره طويله قوي ما عملتهاش. فقلت كده ايه، نسمي الله ونبدا مع بعض. المهم است الكل، لو وصلتش لحد هنا اوعي تنسي زرايري اللي حوالين الفيديو دي، لايك وكومنت حلو كده يشجعني. وفعلوا الجرس على علامه الكل زي ما قلت لكم علشان يوصلك اشعار، كل اشعار بينزل مني. تمام. بصوا بقى، انتوا عارفين ان انا من زمان، الناس القديمه معايا عارفه ان دي دفايتين انا مخيطاهم في بعض وعاملاهم كسوه لحاف. يعني في فتره الربيع او فتره الخريف بنستغطى بيهم، بس دفايتين بيبقوا حلوين قوي يعني، مش دفايه واحده ولكل سرير. وفي الشتاء ولما بتقرص شويه بحط فيها اللحاف جوه كده اهو. اللحاف دوت كنت منجداه في تنجيدي. ده رول فايبر. كنت جايبه رولين، مش جايبه فايبر اكياس عشان ما يكلكعش لو اغسله لو اعمله كده. فرحت جبت رولين. رول حطيته في المفروض ان اللي انا بحطه دوت مش لحاف الموف. المفروض ان دي الدرابيه كانت بتاعت جوازي. كان ليها كرانيش كده بقى، انتوا عارفين حاجات كده يعني. كانت لسه موجوده من 9 سنين، انت تعملي الكرانيش وتنجدي والكلام ده كده كله. المهم، واللي على السرير زياد دوت لحاف على الوشين. يعني هو الحاف لونه بصلي، درجة بصلي ودرجة بيج كده، كان شكله حلو برضه. فانا بعمل ايه، بيزحلقوا ومش بنستغطى بيهم. فبحطهم ك حاجة جوه الفميزة جوه الكسوة. الفايبر بيضخ سخونية كده، وكمان الدفايات جميلة جدا فبيدفي حلو في الشتاء. بطانية بس مليانة الصراحة. فانا حطيت الاتنين كده اهوت. انا حطيت دلوقتي كروكي، انا كده كده لازم علشان الولاد لما بتستغطى بتتحرك. فليلي حبيبي، ليلي عماله تهبد ببلاستيكه، فلو تن كده سيبيها يا لولو سيبيها. ف ولا هتفهم كلامي اصلا وانا بتكلم ولا كاني بنادي عليها، مش فاهمه حاجه. فلما الولاد بقول لكم بتتحرك وقت النوم يعني وكده، فهي بتكلكع جوه، بتتحرك من مكانها. مش اللي هي الخامة اللي بتمسك في الكسوة، لا. فانا بعمل ايه بقى، ان انا الجوانب بحط لها كل جنب كده غرزتين بتوع اللحاف، فعشان تمسك شوية. وفي النص بديها غرزة برضو. فانا دلوقتي حطيتهم كروكي كده معاكم. وبعد كده مع نفسي انا كده، ما عملتهمش النهارده الصراحه، في يوم كده هو تبقى هادي عشان الموضوع بيبقى صعب. وبصراحه فرهضه، بتبقى فرهضه قوي، لان انا بفردها في الارض في الصاله وبلف شمال ويمين عشان ما تكلكعش معايا وتبقى مظبوطه. وساعات بعملها زي ما المنجد ما بيعمل، اللي هي السمبوسكات، باخدها بالطول بالخياطه، عشان لو عملتها غرزتين من الجوانب بس ساعات بتفك من الولاد وكده. بس كده. المهم انا قلت اغير الملايات كده اهوت، فاتحه الشباك، الشمس داخله بطاقه ايجابيه وشويه نفس كده وحاجات حلوه. تهويه بقى في الاوضه. هما كان زيزو قاعد بيذاكر وروجينا قاعده بتلعب. شويه قلت لها لا امسكي لي كتابك كده، يعني مره هتلاقيهم اللي بيلعب ومره هتلاقي اللي بيذاكر، وبيساعدوني في نفس الوقت. ف الله المستعان يعني. بس كده عشان مطولش عليكم. بصوا بقى، انا في الفتره اللي كنت غايبه عنكم فيها بتاعت الولاده وقبل الولاده وبعد الولاده بشويه والكلام ده كده كله، إيه، كنت عملت السراير دي طقمين. الطقم ده وطقم كنت فرشاه معاكم، مش الفيديو اللي فات، لا يعني مش المره اللي فاتت وانا بغير الكسوه دي، لا اللي قبله. لو خدتوا بالكم الطقم اللي انا فرشته كان جديد كده. ايه يا ماما. فكنت عامله طقمين كده اهوت لكل سرير. والطقم اللي مفروش دوت، إيه، انا عامله منه للثلاث سراير. بيبقوا طقم كده اهوت بفرشهم مع بعض. بس الصراحه المره دي ما فرشتهمش على سريري. إيه، اما بفرشهم بحس ان الاواد شبه بعضها، شكله حلو يعني. إيه، انا اختي اللي بتفصله، تجيب الملايات وهي بتفصله.
فانا كنت حابه بقى فكره ان انا اعمل ملايه حاجه، واعمل المخدات حاجه. بس هي قالت لي انها بالطلب وكده، فالمره الجايه ان شاء الله باذن الله نبقوا ننزلوا نجيبوا شويه مجموعه ملايات كده مع بعض ونفصلوها. خلصت الملايات هما بقى كده، قلت لهم لا شيلوا لي بقى كل حاجه انتوا بتلعبوا بيها، وكان زياد خلص مذاكره كمان فبيساعدوني. اقول له هات مثلا المكنسه، لاني جوانب الكومود وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان هو تقيل، دايما بينزل فيها حاجات، والمكنسه طبعا ما بتخشش في الحته الرفيعه دي. ايه يا لولو؟ بس بقى صباح الخير، عامل ايه دلوقتي؟ بيجي بتقول لك الف سلامه عليك. زيزو تعبان وما راحوش المدرسه، وطول الليل جايب كل اللي في معدته يا حبيبي، وسخن وكحه. الف سلامه يا كوكو. المهم زي ما انتوا شايفين كده هما بيساعدوني، وانا بظبط كل حاجه. هكنس برضو الارض دي، مش هشيل بقى الموكيت، احنا كنا لسه شايلينه مع بعض كل ده، والانسه بتاعتي نايمه الحمد لله، كان الموضوع كويس يعني. هخلص الاوضه اللي بخلصها بحب ان انا بشيشها، مش بقفل الشباك خالص، بس بشيشها علشان لو في دبان تطلع. لو هقفله خالص بقول لكم انا بقفله خالص، بيبقى يوم مشمس قوي والدبان مش هيطلع مهما اعمل الا لما اضلم الاوضه خالص. وادي الارض كنسه كلها. عايزه اقول لكم شكرا على الدعاوي الحلوه اللي بتكتبوها لي، وشكرا على كل حد بيديني نصيحه على الفيديوهات، حتى لو كان كومنت واحد او اتنين انا بفرح وبتشجع وبدعي لكم. وكل واحد بيكتب لي دعوه بقول له ولك المثل بالخير. ولو حد يعني انا اصلا لو حد هو مفيش الحمد لله حد بيكتب لي حاجه مش كويسه، بس لو حد في يوم من الايام قال لي حاجه مش كويسه ما بقولوش ولك المثل بيها، يعني بقول ربنا يهديك ويهديني كده. المهم ان لو اي حد كاتب لي دعوه جميله، ولك المثل بيها واضعاف الاضعاف باذن الله يا رب، ويجعل لك من نصيبك حد يدعي لك دعاوي احسن من اللي انت بتدعيها لي كمان ان شاء الله، او اللي انت تدعيها لي. المهم بقى الولاد كانوا طلعوا بره، هم قاعدين في الصاله التانية علشان بيكملوا لعب بره، يعني اللي هم شالوه من هنا حطوه بره بيكملوا بيه لعب. بس كده عشان تبقى ايه الاوضه دخلها طاقه ايجابيه. الصاله دايما بتبقى نظيفه، فعشان كده انا يا دوبك بنفض منها التراب، لان لو قعد التراب يومين 3 عليها بيعمل طاقه سلبيه. بكنس الارضيات كلام من ده، علشان مش على طول بره. هي الاغلبيه اللي قعدت الولاد في اوضتهم مملكتهم برضو، فدي اكتر حاجه بتبقى بعمل فيها روتينات، اني اكتر حاجه بتبقى متكركبه، ويليها اوضتي بعديها يعني، بس الاكتر دي. ليلي طالعه بروحها وقلبها معايا في كل تسجيل، يا بتزعق لي يا بتعمل نكوشه. انا قاعدة على المشاية فعمالة تلعب بقى باللعب بتاعتي. وقعد بصي يا زوم مستنيه حد يجيبها لها. سمولة. المهم جبت بقى كده معطر وشيشت زي ما انتوا شفتوا وظبطت الدنيا. انا قلت لكم قبل كده ان انا بحب ريحه الخوخ، ريحه الفواكه عامه في الشاور والمعطرات بتبقى تحفه. بصوا بقى هنا كنت مشغله على الغساله وانا بعمل الاوضه جوه، خلصت خالص. بصوا قد ايه غسيل. هاخد ده اول حاجه انشرها، وبصوا بقى المطبخ عامل ازاي فوق بعضه. انا مطلعه السمك البلاميطه، متبلاه بليمون وملح وكمون وتوم وسايباه كده. هنا مخرطه بطاطس، وهخرط عليهم الطماطميتين دول والبصلايه دي. هعمل صينيه صياديه، سمك صياديه بقالنا كتير قوي ما كلناهاش. كل دي مواعين هعملها، بس هعملها مع نفسي مش هطول معاكم المره دي. تمام. اللي هنا كنت بنضف كل حاجه وبحطها هرميها دلوقتي وبس كده. تعالوا بقى ناخدكم ايه وانا بنشر. دخلت نشرت وكنت حاطه على النار حله بعمل لهم لسان عصفور عشان نفطر، ما كناش فطرنا، وهما ما راحوش المدرسه ولا امبارح ولا النهارده زي ما قلت لكم. طول الليل زياد بتمسكه كح، الدور اللي كان ماسكه كانت في لوجينا بقى في زياد. جيلي زياد وراح، بس كان جايله خفيف شويه، المره دي جايله تقيل قوي. والليله دي بقى اللي عدت طول الليل وشه مصفر وكان مش مظبوط خالص. والحمد لله.
لسه مغيره اهو، بصي امبارح معاكم في الفيديو اهو بسجله ان انا مغيره الملايات. فهخش دلوقتي برضو اشيل الكسوه نفسها هغسلها، لان يا حبيبي مسكش نفسه عليها. ومتهيأليش في الملاية فيها حاجة، هي الكسوة بس ان هاخدها وهغسلها وكده. ربنا يشفيهم ويعافيهم كلهم يا رب. هما طبعا بما انهم بردانين فقلت اعمل لهم لسان عصفور كده، حاجه دافيه يقعدوا يفطروا بيها، وانا كمان حطيت معاهم لاني ما كنتش فطرت. فقلت ما عملتش يعني لا قهوه ولا نسكافيه ولا حاجه، فقلت لا اقعد اكل مع العيال، انا بحب المكرونات كده بالذات الشوربه. بصوا لو تلاحظوا ان انا غيرت الطرحه، طبعا بقعد بفرهد جامد. انا على فكره من النوع لو دخلت اي بيت بقلع الطرحه اول حاجه، بس لو بيت قرايبنا لاني بتخنق بسرعه، خصوصا عشان عندي ازمه على صدري فبيجيني ضيق نفس. بس فطرنا وظبطنا الكلام ودخلت بقى انا كده اول حاجه احطها الصينيه دي عشان العصر اذن والحق الغدا يكون اتظبط. انا خرطت فيها اجي البطاطس والبصلايه والطماطمتين، ونسيت اخرط معاكم هنا، بس انا عملتها بقى طرنشات ليمون. جبت ليمونتين كده بتبقى الطعم تحفه. طبعا كده كده كنت انا عصره في الخلطه بتاعه السمك ليمون، حطيت ايه بقى في التتبيله بتاعه البطاطس، ملح وكمون مش اكتر من كده، وشويه ميه اللي كانت في البوله كان بتاعه السمك، كان فيها ايه، كان فيها تومه وملح وليمون. فخلاص على كده. بصوا الحركه دي، شفت الحركه دي، قلت اعمل لكم حته كده. فخلصت خالص كده اهو زي ما بوريكم. الحمد لله مع نفسي يعني عشان ما اطولش عليكم. يعني ملناش دعوه بالحامل ده، والله الحامل ده حمال اساسي، مهما اجيب حوامل هو اللي عايش معايا وحلو. لان اللي معايا اللي ماسكاه حاليا او اي حامل تاني بجيب بياخد تليفونه ويقع. ايه كوكا. المهم ف حطيت بقى انا كده صينيه السمك الصياديه على النار، وعملت رز صياديه اهو بالمره وانا بغسل مواعين، عشان انا بقول لكم ليان بقلبها وروحها معايا تزعق لنا. اديكي ايه دبانه. بصوا صينيه السمك استوت وبقت زي الفل، وانا طفيت عليها كمان، بس اغطيها بقى بالفويل علشان تفضل سخنه. والرز خلص، وهعمل بتنجان وقت الاكل على طول. بس كده كل المطبخ بقى نظيف وكله بقى زي الفل، وانا كمان غيرت هدومي. الارض مفيهاش حاجات كتيره فمش هشغل مكنسه، هكنسها كنسه كده بس بالمكنسه العاديه بسيطه. هنا بقى جيت حضرت الغدا معاكم، حاطه الجرجير وحاطه الفجل اللي اتبقى من فطار الصبح، عشان ماما كانت جاتني جايبه فول وفلافل وفجل، وانا بعشق الاكله دي وبالذات الفجل. هنا بقى بصوا الرز الصياديه طلع جميل ازاي، عملته معاكم كتير فعشان كده ما طولش معاكم الفيديو النهارده. طلع بقى السمك بتاعي كان طعمه تحفه، ودي صينيه البطاطس، وبس كده. وده الغدا بتاع النهارده بتاعنا، وجبه الغدا اللي كنت عودتكم عليها في كل فيديو عشان ما تحتاريش هعمل ايه بكره ولا كده. المهم ان انا وصلت الفيديو، ما تنسيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولا اله الا الله محمد رسول الله.